السلام عليكم اعزائي المشاهدين ورحمه الله وبركاته. معكم محمد المحلاوي صاحب شركه ام جي للاستثمار الزراعي بالفرافره. طبعا احنا في الارض اللي جنب الفرافره اللي هي ب 75. المفروض ان النهارده يوم 31/6 انتهاء العرض ابو 75. شايف الجسر كده؟ هات الجسر كده بس. الارض تلاقيها فيها ابيض، بس الارض اللي انا مصورها النهارده معظمها صفرة وخضرة. دي اللي كانت عندي زمان، اللي الناس شاريه مني. ده احد الناس شاريه مني زرع برسيم اهو، بسم الله ما شاء الله. فقصدي اقول لك الارض بتزرع اللون الابيض ده بياكل الملح، بتلاقي ارض ما فيهاش ملح. طبعا الميه زي ما انتم عارفين 200 جزء في المليون، وانا بقول لك اروي غمر لان انا طاقه وديزل. انا مصور في البرسيم اهو عملي، وصورت التربه. يبقى انا بقول لك الارض تزرع محاصيل شغال. في ناس واخده مني زرع اعشاب طبيه شغال، في زارع كمثرى، زارع تين، زارع نخل. اصل في ناس بتقول لك محمد محلاوي ما بيزرعش غير تين شوكي. لا، ادي برسيم. وصورت قبل كده برسيم بتاعي في وعيالي فيه، اللي هي تجربه اولادي في الفرافره او تجربتي في الفرافره، مش فاكر الفيديو اسمه ايه. ومصور عيالي في البرسيم بتاعي كذا مره. فانا بقول لك الارض قريبه من البلد، تمام. الارض طاقه وديزل. الارض تسليم فوري، وده الحل بقى لمشاكل، لان اي حاجه فيها مخاطره. لما التسليم يتاخر فيها مخاطره، فلازم تدفع تاخد. انا بقول لك انت عايز تعرف العنوان بتاع الشركه او تيجي منين. عنوان الشركه الفرافره ميدان الشاشه، شركه ام جي. طب انا هركب مثلا من اسيوط، هركب من سوهاج، هركب من اي محافظه، من قبل، من بحري، بتكلمني على الواتس اللي هو 011 150 20 9. ببعت لك رقم الاتوبيس يا محمد. ابعت لي رقم السواق بتاع الاتوبيس اللي بيطلع، وبيطلع امتى، من المنصوره، من اي محافظه، من بني سويف. عندي ناس من الفيوم، عندي ناس من بني سويف، عندي من الاهليه، عندي من حتى من اسنا. فعندي ناس من اسنا. عندي بفضل الله سبحانه وتعالى ناس من اسوان. عندي ناس من المنيا. عندي بفضل الله سبحانه وتعالى ناس منين. انا بتكلم على الحتت اللي طبعا سوهاج واسيوط عندي كتير قوي. عندي طبعا من كفر الشيخ بسم الله ما شاء الله. عندي من القاهره، عندي من امبابه. عندي من امبابه يجي 4 في 4 اراضي. عندي من معظم القاهره بقى، يعني القاهره. وعندي من المنوفيه، عندي من كل المحافظات. انا بقول لك فرصتك في الاستثمار دلوقتي، بعدين مش هينفع. ليه؟ وقت لا ينفع الندم. انا قلت لكم في 100,000 فيديو ان انا كنت ببيع من 2.5 ب 22. كان ال 22 فيهم 2000 مكسرين الدنيا. ال 2000 جنيه كانوا بيجيبوا حاجات حلوه. انا مكلف 20 ونبيع ب 22. طب انا بقول لك دلوقتي ال 22 دلوقتي يا دوب يصلحوا ويجيبوا شويه مواسير. فانت بكره مش بتاعنا. احنا مدينا العرض 15 يوم. احنا عندنا 3 عروض شغالين على 3 حاجات، هو 4. مش احنا عندنا الارض اللي هي ب 75 بير وطاقه وديزل. ده البير على 100 فدان، حلو كده. عندنا الارض اللي ب 85 بير وطاقه وديزل. طب اشمعنى؟ طب ما تبيعها 75؟ لا، عشان البير على 70 فدان. يبقى كده عرضين. عندنا الارض اللي هي في التلاوي ب 15,000، يبقى بس دي فاضيه، بس بورق قانون، كله بورق قانوني. مفيش حاجه اسمها وضع يد والكلام ده، لا، ورق رسمي من الدوله. وانا بعمل تنازل. خلي بالكم، اللي بيعمل لك عقد مشاركه ده شريك وسابه، شريك وطرده. لا، انا بعمل تنازل. احنا واخدين من الدوله، بعمل لك تنازل وتبقى مكاني في الدوله. حلو الكلام. يبقى العرض الرابع اللي هو التين الشوكي، ببيعه مزروع بشبكته الفدان ب 110. يبقى 4 عروض. خلاص، هقول من الاول تاني. ابو 75 خلاص مديناه 15 يوم. ابو 85 مديناه 15 يوم. ابو 15 ارض الفضل بس. ابو 75 وابو 85 لو عايز 3 فدان هديك 5، هديك 10، هديك 50، هديك. لكن اللي هو ابو 15 دي ارض فاضيه، دي اقل مساحه فيها 50. يعني في واحد عايز 100، واحد عايز 200، لكن واحد عايز 50 بديله. بس 50 ده يجيب واحد ياخد 50، لان البير على 100 فدان ما ينفعش يعمل بير لوحده، او انا اخش معاه في 50. تمام. يبقى هو عايز ياخد 50.
يا عايز يستنى مثلا 15 20 يوم يجي حد ماشي، مش عايز يستنى بعمل انا معاه البير على طول، وابيع انا حسيتي جاهزه. يعني نشترك في البير والطاقه والغاطس، وكل واحد يصلح ارضه ويركب مواسير ويبيع. اذا هو يبيع او يزرع هو حر. يعني انا اللي هو بياخد مني، انا بديله حريه التعامل مع الدوله وبديله حريه التصرف في ارضه. معظم الشركات لا يجوز التصرف الا بامر كتابي من الشركه، انا ما عنديش كده. انا ما ببيعش حاجه واطمع فيها. انا بقول لك تعالى خد في الفرف، مش شرط عند محمد المحلاوي. تعالى، كل الناس اللي هنا يعني ناس كويسه بفضل الله سبحانه وتعالى. قلت لك في 4 عروض: ابو 75 بير 100 فدان طاقه وديزل في تسليم فوري، ابو 85 بير 70 فدان طاقه وديزل، ابو 15,000 اللي هو الفاضي للمستثمرين اللي عايز 200 فدان يدق عليهم بير بريمه. طيب عندك يا محمد ارض رمليه وعليها بير بريمه، عشان احنا خايفين لا نيجي نحفر يقول لك هات تصريح وبتاع، عايز ارض بير على طول. عندي اللي عايز 200 فدان رمله ارض بير عندي بفضل الله سبحانه وتعالى في سهل بركه بتاعت انا، مش لسه هجيب لك من حد، بتاعتي تنزل لك الصبح. تمام. طيب انت عايز ارض غير اللي في التلاوه، عندي ارض في سهل بركه خضراء. في معظم الاراضي اللي هي جاهزه على الزراعه انا حاطط عامل في كل بير، عامل قاعد لو انت مسافر يروي لك. بس خلي بالكم العامل ده مش هينفعك قوي. هينفعك في ايه؟ يحرس البير، يحرس الطاقه، يروي لك مره، لكن لو زرع لك زرعه مش هتنجح. انا بقى صريح، مثلا انا بقعد اتخانق وازعق، ويا اولاد ما ينفعش كده، فبرضه مشغولاته كتير، ما بيهتمش قوي. لكن لو انت هو مثلا انت قاعد زارع في الارض ومربي بهايم ونزلت اجازه اسبوع اسبوعين بيروي لك. لكن انت مسافر ان هو يزرع لك وتطلع زرع حلوه، لا، ممكن يشغل لك الارض، يرمي لك شويه في موسم الشعير، يرمي لك شويه شعير، يشغل لك الارض تبقى فيها خضره وحلوه بدل ما انت سايبها. يعني بس يزرع لك زرعه وتبقى زيك، لا. انا بقول للناس المسافره بره، بذكركم بالعروض تاني، والناس اللي هنا والناس اللي هنا وكل المحافظات بذكركم بالعروض تاني. العرض ابو 75 بير وطاقه وديزل على 100 فدان، والتسليم فوري بمواسيرها، وفتحت الميه في الفيديو اللي فات واللي قبله واللي قبله واللي قبله، كل فيديو بفتح فيه ميه، فمش كل فيديو بقى، خلاص. دي حاجه. الحاجه الثانيه في البير ابو 85 ده برضو العرض لمده 15 يوم. ابو 85 بير وطاقه وديزل. طب ليه ب 85 مش ب 75؟ عشان انا البير ده على 70 فدان بس، وده هيبقى ب 100 بعد 15 يوم. خلاص، يعني احنا مدينا العرض 15 يوم. طيب الارض بتاع التلاوي برضو كل العروض اتمدت 15 يوم. وقلت بذكركم تاني، ارض التلاوي البير بيبقى على 100 فدان، يعني تاخد 100 فدان او 200 فدان او 300 فدان، اقل مساحه 50. طيب انا عايز 500 فدان عندي. طيب عايز 50، هتاخد 50، هخش معاك انا في ال 50 الثانيه ونعمل بير وطاقه وبراحتك. عايز تخش في ديزل كمان ماشي، بير وطاقه وغاطس، وانت تعمل مواسير ال 50 بتوعك وانا اعمل المواسير ال 50 بتوعي، وانا اصلح بتوعي وابيعهم وانت تصلح بتوعك وتزرعهم تبيعهم. انا بدي للي عندي، قلت لكم بدي له حق البيع وحق التعامل مع الدوله بدوني، بدي له الحقوق دي. لان في معظم الشركات يقول لك لا يجوز التصرف في الارض الا بموافقه من الشركه. يقوم الراجل صاحب الشركه يموت، عياله تذلك، تقول لك لا انت كنت ضحك على ابونا، عايزين مبلغ عشان نوافق لك تبيع الارض، نوافق لك تتعامل مع الدوله، نوافق لك تتعامل مع الجمعيه الزراعيه. نسيت اقول لك، مجرد ما بتدفع قسط من التمليك او ما يبقاش عليك ايجارات متاخره، الدوله بتديك كيماوي. الكيماوي ده 8 شكاير في السنه للفدان، 4 للزرع الشتوي و4 للزرع الصيفي. الشكاره ثمنها 1100، بتاخدها 270، بتاخدها 290 في الامر ده، يعني مش هتعدي 300 جنيه، يعني بتوفر في الشكاره 800 جنيه. 800 عند شاري 10 فدان يبقى 8000 جنيه بتوفرهم كل سنه من الفدان الواحد. انت لو دفعت قيمه ايجاريه هتدفع 1500. انت فاهم؟ انت لو دفعت تمليك هتدفع 40000 على 4 سنين، يبقى 10000 جنيه، يعني كانك اتملكت الارض ب 6000 جنيه او ب 8000 جنيه بس، وطول العمر تاخد كيماوي مدعوم انت وعيالك وعيال عيالك وعيال عيالك. المقصود ايه؟ ان الارض في الفرافره ببلاش. الدوله مكسوفه تقول تعالوا خدوا ارض ببلاش، الناس مش هتاخد. لكن اما تحط رسوم، كان في اخ كان عامل قران وقال تحفيظ القران ببلاش، ما عادش حد
بيروح. لا هو عامل بيقول لك رسوم القران، تحفيظ القران 30 جنيه في الشهر، كله يقول لك ده ارخص حاجه، ده الناس بتاخد حصه الانجليزي ب 100 جنيه، ده الشهر ب 30. راحوا. لا لما كان قال ببلاش ما حدش راح، قال لك يبقى اي كلام. فالمقصود بقول لك العروض بتاعتي عشان ما نشتتش بعض، العروض لحد 15 يوم. اللي عايز يحجز بيقول لي يا محمد اللي هو مسافر بره، ابعت لي رقم الحساب، ببعت له رقم الحساب، بيبعت لي فلوس، ببعت له فيديو بقول فلان الفلاني حجز 10 فدان او 5 فدان او 20 فدان او 100 فدان وبعت مبلغ قد كده، ووعدنا هيبعت قد كده وفي خلال قد كده، والعقد والفيديو ده يعتبر عقد لحد ما يجي ياخد ارضه، وببعت له الفيديو فورا. خدت بالك؟ طيب افرض واحد انت بعت له فلوس وهو ما بعتلكش فيديو، التحويل البنكي والتحويل البريدي بيثبت معامله، لان انا ما اعرفكش، انا هحول لك فلوس ليه؟ لو انت اشتكيت وتاخدها برضه. يعني بقول لك ان الدنيا مش سايبه، لان كان في اخ عايز يخش معايا شراكه من بره، يقول لي هحول لك 3 مليون، فقلت له طب انا ما اعرفكش، فكلمت ناس قالت لا اوعى، لا يكون غسيل اموال يضيعك. فبقول له انت تضمن فلوسك ازاي؟ ده مبلغ كبير، يعني الناس بتحول لي ده 300,000 500,000، لكن هتحول لي 3 مليون و5 مليون وكنا متفقين في مبلغ كبير. فقلت له لا، قال لي لا، ما هو التحويلات البنكيه بتثبت المعامله، فاهمني؟ وبعدين انت راجل امين، اللهم لك الحمد والشكر. تابعوا القناه هتلاقوا ناس كتير بعتت لي فلوس وصورتها. عم زكريا خد ارضه، قلت لكم بعد 3 سنين، كان مسافر بره وساب ارضه 3 سنين. واستاذ عباقي جه بعد سنه دفع الفلوس وقعد سنه. عم محمد اداني حق ال50 فدان وحق البير والطاقه والغاطس، وما كانش لسه كتب عقد، وصورته في فيديوهين. عم محمد خيري، مسمي محمد الامريكاني عشان كان عايش في امريكا فتره. فناس كتير بفضل الله سبحانه وتعالى كانت بعتلي فلوس. انت قلب في القناه واسمع، اللهم لك الحمد والشكر. انا عايش وميسوره حلوه قوي، بس انا بفرح لما اعمر في الارض واصلح هنا واعمل هنا واجري هنا واعمل هنا. دي سعادتي، دي سعادتي. يعني انا والله ما فاضي. الدكتور بتاع السنان زعق لي كذا مره اروح له، حاضر، سناني وقعت كلها، فقلت طب اجز اسبوع كده اصيف فيه واعمل سناني، والله ما فاضي، بس فرحان ان انا بعمر في الارض. مش عايز اطول عليكم. المكتبه الفرافره ميدان الشاشه، اللي عايز يجي بقى اتوبيس من اي محافظه يكلمني وانا ابعت له ارقام الاتوبيس، يكلمني على الواتس وانا ابعت له ارقام الاتوبيس. العروض كلها لمده 15 يوم. عرض التين الشوكي، عرض الارض الفاضيه، عرض الارض ابو 75 وابو 85. بشكركم. كان معكم اخوكم محمد المحلاوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.